أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر أي والدها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. الخراج هو أن يقول السيد لغلامه: اذهب واعمل، مثل يكون الغلام عنده حرفة، إما نجارة أو حدادة أو حجامة أو أي عمل من أعمال، يقول له: اذهب اعمل وحدك، ولكن مثلا كل يوم تعطيني مثلا مبلغا قدره كذا، أو كل شهر تعطيني كذا، يسمى خراج. أو يأتي له مثلا كل يوم بطعام معين أو شيء معين يتفقان عليه، ويتركه يعمل يكتسب ولا يلزمه بعمل عنده. قال: يخرج له الخراج. وكان أبو بكر يأكل من خراجه، كان يأكل من خراجه، من خراج هذا الغلام الذي عنده، يأتي بطعام أو يأتي بشيء على ما هو متفق عليه بينهما، فكان يأكل من ذلك. مرة يوم من الأيام جاءه بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه على العادة أنه من الخراج. فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ بعد ما أكل أبو بكر رضي الله عنه قال: تدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، فلقيني أي في هذه الأيام فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. إذن هذا ليس من الخراج، هذا من باب محرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمور منها حلوان الكاهن، هذا محرم لا يحل، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والكاهن لا يحل الاتيان إليه ولا تصديقه، والكهانة نفسها محرمة. وإذا كان المرء يدعي أنه من الكهان فهذا أيضا حشف وسوء كيله، يعني هذا مخادع وماكر. فالذي كان فعله هذا الغلام هو نوع من المخادعة والمكر، وأكل لأموال الناس بالحرام، لأنه لو كان كاهنا وأخذ مالا فحرام، ولو لم يكن كاهنا وادعى أنه كاهن وأخذ مالا فالمال حرام. في كلا الحالتين المال محرم لا يحل. فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلته. مباشرة الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه أن أدخل يده أي في فمه فقاء كل شيء في بطنه، قاء كل شيء في بطنه، أخرج كل الطعام الذي أدخله في بطنه، أخرجه من حيث دخل، لم يبقه في بطنه يتغذى جسمه منه، وإنما أخرجه فورا. أبو بكر الذي فعل هذا الأمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد قام على السحت النار أولى به، كل جسد قام على السحت النار أولى به. فالديانة والورع يقتضي أن يحافظ الإنسان على نظافة جوفه ونقائه من الأمر المحرم، من الأكل الحرام، من الغذاء الحرام، لا يغذي جسمه بغذاء حرام ولا يغذيه بشراب حرام، يتجنب ذلك كله، لأنه إن غذي البدن بالطعام الحرام فالنار أولى بهذا الجسم، النار أولى بهذا الجسم الذي هو متغذي على الحرام، إنما بالأمور المحرمة. فأبو بكر رضي الله عنه مباشرة قاء كل شيء في بطنه. لما أدخل هذا الطعام إلى جوفه، أدخله إلى جوفه وهو على ماذا؟ على طمأنينة،
أدخله على جوفه وهو على طمأنينة أنه مثل الذي كان يأكل منه في الأيام الماضية الخراج، فأدخله على طمأنينة. والإثم عائد على الغلام، لا ليس عليه هو، لأنه على طمأنينة رضي الله عنه. ومع ذلك كله ماذا؟ قاء رضي الله عنه الذي في بطنه. وقد حصل لأبي بكر أيضا مثل هذه القصة وقريبا منها، وأيضا قاء الذي في بطنه. كانوا وسيشير إليها الشارح، كانوا في سفر فمع أناس، ومروا بخيمة وفيها امرأة، وكان معهم رجل يقال ابن النعيمان، فقال لها تلدين غلاما، وسجع لها سجعا. قال تلدين غلاما وسجع لها سجعا، يعني على طريقة الكهان، سجع كسجع الكهان. فسجع لها سجعا فأعطته شاة، يعني فرحت بهذا الذي أخبرها به وأعطته شاة، فذبحوها وأكلوا منها. وأكل منها أبو بكر رضي الله عنه، ما كان عنده علم من أين جاءت ما مصدرها، فلما أخبروا قاء الذي في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. قال الشارح رحمه الله: الكهانة بكسر الكاف مصدر تكهن، وفي الفتح مصدر كهن، أي قضى له نعم، يقال لها الكهانة والكهانة. نعم، أي قضى له بالغيب. تكهن كهانة، وكهن كهانة. نعم، أي قضى له بالغيب. وفي الورع لأحمد قضى له بالغيب، هذه الكهانة، هذه حقيقة الكهانة، قضى له بالغيب، لأن الكاهن يدعي الاطلاع على الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وفي الورع لأحمد عن ابن سيرين: لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر. نعم، هذه من مناقب أبي بكر ومآثره العظيمة. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر. لم أعلم يعني لما يبلغ علمي أن أحدا استقاء من طعام، يعني أكله ثم تبين له أن فيه شبهة، أن فيه إشكال، فاستقاء من ذلك الطعام. يقول: لا أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر، فإنه أتي بطعام فأكل منه، ثم قيل له: جاء به ابن النعيمان. قال: وأطعمتموني كهانة ابن النعيمان ثم استقاء. قال الحافظ: إنما قاء أبو بكر لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن. قال الحافظ أي ابن حجر: إنما قاء أبو بكر أي ما في بطنه أخرجه لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن. وأيضا لما أشرت إليه وهو الحديث الذي يرويه هو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500. فقيل له هو من المهاجرين فلم نقسطه؟ فقال: إنما هاجر به أبواه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث وفيه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الذي قبله فيه ورع أبي بكر، يعني يعد الحديث الأول مثالا عظيما في ورع الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهذا في مثالا في ورع الفاروق عمر بن الخطاب. فذكر مثالين عظيمين لخير الأمة
وأفضلها أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في شدة الورع الذي كان عليه رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة أن تقتدي بهما، بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما خير الصحابة وخير الأمة وخير الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت، قال أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. قال عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، نقصه عن غيره من المهاجرين ماذا؟ 500، مع أنه مهاجر مثلهم، لكن من وراء عمر أنه نقصه عنهم 500 ليست قليلة، نقصه عنهم 500 تورعا. ما السبب؟ لما سئل قالوا له هو من المهاجرين فلما نقصت، لماذا قللت عن بقية المهاجرين، تعطيهم 400 وتعطيه 350؟ قال إنما هاجر به أبوه، من أجل هذه أنقصه، مع أنه مهاجر مثلهم، لكن يقول لا، هو هاجر به أبوه، أخذه أبوه بصحبته فأنقصه. يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، فلأجل هذه تورع وأنقصه عن بقية المهاجرين، أنقصه، وهو معدود في المهاجرين، له ما للمهاجرين، لكن هذا من وراء الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.